ادخل. ما يا فندم. خير سعد فراء، فاضل ساعة. انت عايز حاجه في موضوع مهم جدا. الحمد لله على السلامة، القعدة بتاعتنا الأول. مؤاخذة يا فندم. دلوقتي يا فندم كنت عايز حضرتك في موضوع مهم جدا جدا. يخص الأمن القومي بتاع البلد. اتفضل يا فندم قول. كنت عايز أجازة يا فندم بعد إذنك. أجازة؟ عايز أجازة قد إيه؟ 10 أيام يا فندم بعد إذن عليك. مش كتير شوية 10 أيام؟ والله يا فندم المأمورية اللي أنا عايز أعملها مأمورية تخص الأمن القومي. اتفضل قول سامعك، اخلص. كنت عايز أطلع 10 أيام السخنة بعد إذنك يا فندم. 10 أيام في السخنة، الأمن القومي؟ إيه عملية تجسس ولا عملية إيه؟ لا يا فندم عملية مراقبة لواحدة مسكناها في أداء. تروح معاها العين السخنة 10 أيام؟ لازم أقررها يا فندم بعد إذن عليك. تاخدها فين في العين السخنة؟ أستاذن عليك كنت محتاج الشاليه بتاع حضرتك. عايز الشاليه بتاعي؟ تمام عليك يا فندم. 10 أيام؟ إن شاء الله يا فندم. أنت وهي؟ لا يا فندم. تعمل إيه هناك معاها؟ أقررها يا فندم أطلع كل المعلومات اللي في جدتها. طلع كل المعلومات في جدتها؟ إن شاء الله يا فندم بعد إذن عليك. خلاص شوف لي معاها واحدة صاحبتها بس تكون أحلى وأكبر شوية، تلاقيه معاها في بيتي. كده هتقطع عليا يا فندم. أنا ما بقطعش عليك، اقعد يا لا عادل. مؤاخذة يا فندم. اقعد يا لا عادل. مؤاخذة يا فندم. تمام، جاي معاك أنا في الطلعة دي، أنا قشرت لك على جازة وأكلتها لك كمان مش بس قشرت لك عليها. كتر خيرك يا فندم. يلا في داهية انصراف. بعد إذنك يا فندم. مع السلامة. مستر ازي حضرتك يا مستر؟ لا سلام عليكم، اتفضل حبيبي. تمام يا مستر، تمام زي ما حضرتك قلت لي، تمام ظبطت المواعيد كلها. حضرتك عارف ان الرحله طالعه الاقصر ان شاء الله. هنتحرك الساعه 7 شارب زي ما حضرتك عودتني. شارب ان شاء الله 7 نطلع على الباخره هناك وكل حاجه متظبطه. فطار غدا عشاء فول بورد والدنيا حلوه والفوج وصل الحمد لله بالسلامه. أنت شغال معايا بقالك قد إيه في السياحة؟ بقالي تقريبا حوالي 5 سنين فاتوا. 5 سنين ما اتعلمتش فيهم إن السياحة ليها أصول؟ السايح لازم يتبهدل. السايح مديله ميعاد 7 تروح له 9 ونص. غدا الساعة 2 الظهر يتغدى 9 بالليل. ازاي فاتتني يا فندم دي؟ لازم في قوة. كلامك يا مستر صح، لو كلب فيهم اتكلم هرميه في الميه، كلب. جايبني ازاي اللي انت بتقوله ده يا حبيبي؟ السايح لازم يتعامل معاملة رقيقة جدا. السايح ده بيجي من بلد وراكب طيارة ودافع فلوس، لازم ياخد الخدمة بتاعته، هو احنا نضحك على الناس. لازم تبقى بني آدم معاهم كويس، لازم تحسسه وتديله انطباع كويس جدا عن البلد اللي هو جايها. هتعمل ايه؟ خلاص زي ما يجوا كده زي ما احنا اتفقنا مواعيد مظبوط. يبقى انت برضه ما فهمتش. السايح لازم يتبهدل بقول لك. السايح ما ينفعش تحترمه. يجي يتبهدل، يروح بلده وما يجيش البلد دي تاني. ده اللي انا علمته لك في خلال 5 سنين، فهمت؟ قول لي هتعمل ايه؟ خلاص الكلاب الحيوانات لما يجوا انا هعذبهم مش هسيبهم. يبقى انت برضه لسه ما فهمتنيش. مساء الخير يا رف. مساء الخير دكتور عمرو، اتفضل. هاخد وقت حضرتك دقيقة بس، اتفضل. خير. كان عندي استشارة فنية بخصوص مريض بيدعي. ثانية واحدة، مريض ولا عيان؟ هو مريض؟ لا تمام. بيقول إن عنده عين سمكة، بس من خلال فحوصاتي ما شميتش ريحة زفارة خالص. تقدر تحدد نوع السمكة ايه يا دكتور؟ حصل. طلعت ايه؟ بوري. بوري يبقى سنجاري. تفتح لي ظهره حشو جزر كرفس. ما سألتنيش سؤال مهم كان المفروض تسألوني من أول ما قلت لك تفتح لي ظهره. العمود الفقري. هتركب لي لمبة. تفتكر اللمبة دي تكون نوعها ايه؟ موفرة؟ فينوس ليد. برافو. انت افدتني. خلي بالك. اتفضل. المريض ده عشان تبنجه لازم تخدعه، تلف حواليه، اديله البنج في عصير، اديله مهدئ، المهم اسحبه. تسحب. معالي المستشار. استاذ عمرو الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خير. كنت عايز حضرتك في قضية مهمة جدا، قضية قتل في خيانة زوجية. مظبوط ومطلوب. انت الوحيد في مصر اللي هتعرف تخرج العشيق براءة. قبل ما تكمل، أنا مش الوحيد في مصر. في غيرك؟ أنا ما أعرفش، أنت تعرف؟ انا معرفش. وأنت جاي تقنعني أنا؟ لازم اقنعك. مش هقتنع. لازم ما تقتنع. بقتنعش إلا برأيي. وانا ما بقتنعش الا برأيي. وأنا ما بقتنعش إلا برأيي برضه، ومش بجادل. طب تسمع مفردات القضية؟ يا ريت أسمعها. العشيق قتل زوج عشيقته على سرير الزوجية. تقدر تقول لي السرير دوت نحاس ولا خشب؟ نحاس 180 سم. نحاس 180 سم. يعني ما كانش فيه موديل. ما كانش فيه مولد. نظام شبك. شبك. اقتنعت؟ لا برضه. لسه بسيط. ايه هو؟ أنت تعرف إيه عن القانون؟ انا ما اعرفش عن القانون، انت تعرف؟ لا. نعمل ايه في الموضوع ده؟ يبقى لازم حد بيفهم في القانون. الحل؟ احنا
تاني واحنا موجودين عيب. ما ينفعش. يبقى الحل اللي انت تمسك القضيه. وانا مش مقتنع. تمسكها منين؟ من اي حته تعجبك، بس بشرط ايه هو؟ انا اللي حددها. انت عارف ان القضيه دي مهمه جدا بالنسبه لي؟ ليه؟ عشان في مشكله كبيره جدا انت ما تعرفهاش. هتفاجئني هفاجئك. وهقتنع. هتقتنع. مش هقتنع. هتقتنع. ايه هي المفاجاه؟ انا العشيق. وانا عايز افاجئك بمفاجاه تانيه. ايه هي؟ انا الزوجه. بس انا مش هقتنع. وانا برضه مش مقتنع. تشيك هاند. جو تو هيل. مساء الخير يا شيف. مساء النور. ازي حضرتك؟ انا جيت اقدم في اعلان حضرتك كنت طالب انا شيف. فعلا كنت مقدم منزل اعلان عن احتياجي. انت جيت في الصح. انا بقالي 18 سنه 18 سنه بتمرن على ازاي ازين الطبق، بس ندي فيهم 3 ساعات بس. دخلت الحمام نص ساعه. تخيل الطبق ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ مش هقول لك، هسيبك كده. عارف ليه؟ بحب اعمل اثاره للطبق اللي انا بقدمه. درست كل عناصر الطبق؟ كل العناصر بدقه غير متناهيه. هل ما وقعتش منك حاجه واحده؟ مفيش حاجه وقعت. اي حاجه بتقع بنزل اجيبها في ساعتها. حتى لو كانت من الدور الخامس؟ لو اي دور حضرتك، لو من الرو فوق. عارف ليه؟ ان انا معين، مثلث، مربع، ساعات ببقى دايره عادي. ساعات بتبقى دايره. هفاجئك. يا ريت. اديني فرصتي. اتفضل. الطبق اللي انا هقدمه هو عباره عن، مش هقول لك برضه. انت بتشوقني ما تدوقني. بالظبط. طيب انا معاك. اعمل الطبق قدامك هتعمل الطبق قدامي؟ ولا من وراك؟ لا طبعا قدامي عشان على الاقل اقدر اشوف، وانا متاكد ان انت هتبقى ناسي حاجه، ومتاكد اني هعدل عليك. مفيش الكلام ده. مفيش؟ اتحداك. هنشوف. اول حاجه هقدمها النهارده. ثانيه واحده، انت حامي ولا ايه؟ مش حاوي. امال ايه؟ انا ساحر. بتصير اعجابي. بالظبط. اشوف. حالا. زي ما احنا مركزين في المنديل ده. حلو. مركز فيه؟ مركز. مالناش دعوه بيه خالص. تمام. لان الطبق هو ده السر بتاعه. جزرايه وطماطمايه. 18 سنه بتمرن عليهم. يعني طبق سلطه. طبق سلطه. بالظبط. ومتاكد ان هو ده كل حاجه؟ متاكد. الحركه دي جايه معاك؟ دي حركه ان انا احترم الزبون اللي قاعد. تاني كده لو سمحت. بس انا بقى هثبت لك حاجتين، الاولانيه انك مجنون والحركه دي مالهاش علاقه باحترام الزبون، الثانيه ان الطبق بتاعك ناقص حاجه، وحاجه مهمه واساسيه. مستحيل يكون ناقص. تفتكر ايه؟ ايه؟ انا مش هقول لك برضه. بتشوقني. وبرضه مش هدوقك. بقول لحضرتك ممتاز. هقول لك ايه اللي ناقص. ببساطه شديده، طبقك يا استاذ او يا شيف ناقص ده. الخيارايه. ازاي تاهت عني دي؟ ده انا كل حاجه بأديها بدقه. بدقه ولا سميت؟ مش مهم، المهم ان برضه حضرتك نسيت حاجه. اللي هي الخس. خاص. شيك هاند. مبروك. استاذ باسم. اهلا وسهلا يا استاذ عمرو. انا جاي لحضرتك عشان انت اعظم مخرج رومانسي في مصر، وعايز حضرتك تكتشفني. مشاعر طيبه منك يا ابني. انا هكتشف، بس اعرف الاول انت عايز تعمل ايه. انا عايز ادي مشهد قدامك. انا جوايا كميه احاسيس كتير مش طبيعيه. جايبها معاك؟ معايا. هتأدي كويس؟ رومانسي. توعدني؟ اوعدك. وانا هديك الفرصه دي. اتفضل. ما تسيبنيش. ما تسيبنيش وتمشي يا سمير. سمير انا بحبك وانت حامل. ما تيجي نتكاتف ونجيب عاطف. ما تيجي يلا ونجيب عبد الله. برافو يا ابني، حركت كل احاسيسي، بس ناقص لك حاجه. ايه هي يا استاذي؟ حاجه بسيطه. ايه هي يا عظيم؟ قول يا عظيم. كان ممكن تضيف لها ما تيجي في البلكونه ونجيب مهدور